جاء مرة من المرات أن حافظ الأسد أراد أن ينبش قبر شيخ الإسلام ابن تيمية ويصلبه. نعم، أن يصلب جثته. ما يريد شخص شيخ الإسلام، ولكن يريد إذلال أهل السنة. فضج العلماء، طبعا ما تملك شيء مع هذا، نظام مجرم ومع السلاح، ويفعل بك الأفاعيل ولا عليه مراقب. هذا في الداخل. نعم، في سوريا. فضج الناس. الرجل جاب المعدات وجاب المنطقة، حددوا منطقة أن هذا المكان تقريبا فيه قبر شيخ الإسلام ابن تيمية، وسينبش الآن قبر شيخ الإسلام ويصلب. إن بقي طبعا شيء من جسده سيصلب، وإلا رفاته يصلبون عظامه وكذا. طبعا حرمة مسلم، فضلا عن يكون عالم، فضلا عن يكون شيخ الإسلام رحمه الله. فضج الناس العلماء والناس في دمشق، لكن ما في دينهم حيلة، فاتصلوا على الشيخ ابن باز رحمه الله. وهذه يحدثني بها أحد الإخوة ممن عايشها عاصرها. يقول فتصلوا الشيخ ابن باز، فقالوا يا شيخ يعني بكرة ستعمل الحفارات في المنطقة وبينبشونه، وهذا ليس يعني ما هو بضار شيخ الإسلام، خلاص ما ضر الشيء، لكن إهانة لأهل السنة أن يخرج هذا النظام الخبيث النصيري ويفعل بأئمة المسلمين هكذا. فاتصل الشيخ ابن باز على الملك فهد رحمه الله، وقع أخبره بالحادثة، قال أنا وصلني كذا وكذا وكذا. الشيخ الملك فهد كان ذكيا، طبعا ما له ولاية على هؤلاء، ما له سلطة عليهم انه يأمر ويقول وقف، يقول لا سأفعل، وهذاك متقوي بإيران، دولة في دولة. نعم، وفي دولتي وكذا. فاتصل بالسفير السعودي في دمشق، وقال الآن تتصل بالرئاسة وتأخذ منهم إذن بكرة أن عندك مجموعة باحثين يريدون أن يحددوا قبر شيخ الإسلام ابن تيمية، وعندهم بحوث علمية وبحوث تاريخية، يريدون أن يحددوا قبر شيخ الإسلام بالضبط، ويرجعون بهذه البحوث ويعودون كذا مرة حتى يوثقوا قبره، لأنك تعرف أنه رمز من رموز السنة وكذا. نعمل معكم في هذا المشروع. نعم. فاتصل وسنحيي المنطقة اللي حولها يعني اقتصاديا وكذا، لابد أنك يعني من كان له حيلة فليحتل مع هؤلاء المجرمين. فاتصل السفير على الرئاسة وأخبرهم، قال أنا عندي باحثين تاريخيين وكذا، ونريد هذا الأمر، ونريد أن نخرج يعني نحدد قبر شيخ الإسلام ابن تيمية، ويعني نضع قبره ونحدد مكانه بالضبط، وهذا الباحثين يترددون على سوريا بين فترة وأخرى علشان ما إذا راحوا يرجع له، لا. فهم عرفوا الرسالة، النظام السوري عرف الرسالة مؤداها، أنك لا تتقربوا لهذا القبر. فقالوا أبدا بكرة حياكم الله، متى تريدون؟ قالوا نريد أن نصل الساعة 8 الصبح. قال أبدا نهيئ لكم المكان. فمباشرة سحبوا آلياتهم وكذا. السفير السعودي خرج بمن معه، طبعا موظفين المكاتب على أنهم باحثين شرعيين، فخرج لهذا ويبحثون ويكتبون أن هذا، ومعهم كتب على أنه يحدد هذا القبر. طبعا حددت أو ما حددت لن يفيدك بشيء، لكن يريدون أن يوصلوا رسالة أنه غير مقبول. نعم، هذا الأمر غير مقبول. فدفنت هذه القضية أنه يوم تراجع. نعم.